تعالى أعلمك إزاي لو أنت اعترفت لشخص بحاجة معينة وندمت بعدها إنك اعترفت بيها، إزاي ترجع تاني كأنك ما قلتش حاجة بالظبط. يبقى ركز في الفيديو ده واعمل الحيلة دي. لو انت اعترفت لشخص ان انت بتحبه او اعترفت له بحاجة معينة وندمت بعدها، بالذات البنات، لان بلاقي بنات كتير بتقولي انا اتسرعت واعترفت الاول وعارفة ان ده غلط وكل الكلام ده حلو جدا. الاعتراف بحاجة ده مش معناه ان انت اتكشفتي قدام الشخص ده ان انت واقعة في حبه وان خلاص انت كده اتعرف كل حاجة بالنسبة له. لا خالص، في ثانية واحدة تقدري ترجعي كل ده او تقدر ترجع كل ده. ازاي بقى؟ لو انا دلوقتي جيت قلتلك انا عايزة اعترف لك بحاجة، انت شخص مهم جدا في حياتي، وانا فعلا واحدة صادقة في مشاعري ومش بكذب ولا اي حاجة، وانا جوه نفسي حسيت ان انا اتسرعت ودي كانت كلمة مش في مكانها ومش مناسبة، وحاسة ان انا اتدبست قدام الشخص ده، وفي نفس الوقت مش عايزه اروح اقول له اصل انا اتلخبطت او اصل انا اتسرعت في الكلمه، لان ما ينفعش ان انا اعمل كده. فساعتها اعمل ايه؟ ببساطه جدا، لو الشخص ده جه تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، ما لقاش مني كل ده اي افعال او اي نتيجه تثبت اللي انا قلته، وفي نفس الوقت لقاني ان انا اختفيت اختفاء بسيط كده، ولما رجعت حطيت حدود للعلاقة الصح اللي هي المفروض تكون عليه، يبقى ساعتها انا كده تمام. اولا لان البني ادم دايما بياخد باخر حاجة حصلت وهي اللي بتفضل في دماغه وبيفضل معتمد عليها، وبتمسح الحاجة الاولى اللي حصلت في الاول. ثانيا لان الافعال بتثبت الاقوال، وانا قلت بس ما عملتش، فساعتها الكلمة اتنست خلاص، مش هتقدر تاخدها عليا او تستنى مني نتيجة معينة او حاجة معينة اعملها، لان انا لغيت الكلمة بافعالي. طب يا نور، هل انا كده شخص مش مؤذي؟ لا، انت مش مؤذي. اولا لان انت هترجع تكلم الشخص ده تاني بس بالحدود الصح اللي المفروض ان انت تكون حاطط العلاقة عليها، فانت كده بتصلح غلط كان موجود وانت عملته، مش العكس. العلاقة كان المفروض من البداية ليها حدود معينة وانت ما عملتهاش، فانت كده بتصلح الغلط. ثانيا الغلط الحقيقي او الاذية الحقيقية ليك وللشخص التاني هو انك تفضل مكمل في علاقة لمجرد انك قلت كلمة انت مش قدها، فانا هكمل فيها عشان انا قلت الكلمة دي فلازم ان انا اكمل، بدل ما تعدل الموضوع وتخلي العلاقة تمشي في المسار الصح فقمت مكمل وخلاص. فده كده الغلط الاكبر. فانت هنا شخص مش مؤذي خالص، لكن انا ما قلتش انك تروح تستخدم الحيلة دي بشكل غلط، بانك تروح تعشم شخص فيك او تعلقه بيك وانت قاصد وانت نيتك وحشة من جواك، وبعد كده تعمل افعال عكس كده او تختفي من حياته خالص. ساعتها انت كده شخص توكسيك. لو انت بقى لسه حاسس ان انت عندك مشكلة في الموضوع ده او في اي مشكلة تانية، ابعتلي على انستجرام كلمة سيشن وهقولك تفاصيل الحجز ايه.